بكم واعتزازنا بكم وبالقيادة الوطنية وامتناننا لكم وللأخ الأمين العام محمد العنصر، ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه تحياتنا السابقة لكل المشرفين على هذا المهرجان الخطابي. ومن قلب هذا المهرجان نقول نحن شباب هذه الحركة الشعبية بتازة. أن المرحلة التي يمر فيها وضع المغرب بفعل رياح التغيير الآتية من محيطه الدولي والإقليمي تشكل انعطافا حقيقية في زمانه ومكانه، وحدثا بارزا في تاريخه ومن أجل مستقبله. والأحداث التاريخية حقا وحقيقة ليست نتائج لمجرد هكذا قرارات يتخذها الأفراد أو الجماعات بمحض إرادتهم واختيارهم، بل إنها نتاج لارتفاعهم بوعيهم إلى مستوى المهام التي يطرحها عليهم التاريخ واتجاه تطوره. ومن بين هذه المهام المطروحة علينا كشباب من داخل حزبنا وخارجه هو دخول المغرب عهده الجديد عبر مشروع وثيقة الدستور. الحضور الكريم، أكيد أننا جميعا ومن حولنا المتتبعين والرأي العام بكل أشكاله وكافة أطيافه وكل المواطنات والمواطنين ندرك القيمة التاريخية والاستراتيجية لهذه الوثيقة باعتبارها لحظة لبناء حقيقي لمجتمع الحرية والكرامة، باعتبارها لحظة لبناء مجتمع الحرية والكرامة والمواطنة الحقة، ولحظة اختيار حقيقي لكل المغاربة، ومن خلالهم حزبنا العزيز الذي ناضل ولا زال يناضل من أجل مغرب التضامن ومغرب العلم والمعرفة ومغرب المبادرة لخلق الثروة ومغرب عادل يحمي الحقوق جميعها، مغرب ديمقراطي حر وإنساني معتز بانتمائه للمنظمة الدولي والمجتمع الإنساني. إخواني